إليسا بدم بارد قتلت رفيقة أختها وكانت مخططة تقتل إخواتها التوأم. قبل الجريمة بكم شهر إليسا كانت عم تنشر مقاطع على اليوتيوب وتقول إنه من هواياتها تقتل الناس وتقطع حالها. هلأ الناس ما صدقت وما أخذت بالموضوع لأنه اعتبروها بعدها صغيرة بالعمر وكانت تبلغ 15 سنة، وحسوا أهلها إنه بنتهم عم تتغير فأخذوها على الحكيم وقال لهم إنه معها اضطراب نفسي ومكتئبة وعلى الأدوية بتصح. وقبل الجريمة بأسبوع على القد كان في حفلة لرفيقتها جينيفر وكانوا كلهم ملتهيين، فراحت إليسا لورا البيت وحفرت قبرين. هلا إليسا عندها اخت صغيرة فبتيجي لعندها رفيقتها إليزابيث وعمرها 6 سنين، بيلعبوا سوا وبس تخلص بتفل على بيتها. وتاني يوم إليسا بتدق لإليزابيث وبتقلها عايزيتك بموضوع كتير ضروري ولازم شوفك بالغابة. وبتوصل لعندها وبتجذبها على الغابة وبصيروا يتمشوا، وفجأة بتخنقها من رقبتها وبتكبها على الأرض وبتطعنها بالسكينة أكتر من مرة لحتى ماتت. وإليسا كانت مخططة للجريمة بوقت سابق، إذا بتتذكروا بس قلت إنه حفرت قبرين فبتسحبها من إجريها وبتدفنها بالقبر. وهون البي بيستفقد بنته فدغري بدق للشرطة وبيجوا وبيصيروا يدوروا حوالين المنطقة، ودوروا منيح وما لقوها. واول مشتبه كانوا بيشكوا فيه هي إليسا لانهم بيعرفوا انه معها اضطراب نفسي، وبلشوا بالتحقيق معها. ولكن اول شيء نكرت وما اعترفت، فلاقوا بمذكراتها كيفية عملية القتل، وبالاخر اعترفت ودلتهم على موقع القبر. وسألوها ليش حفرتي قبرين، فاعترفت وقالت لهم انه كانت ناوية تقتل اخوتها التوأم وانحكم عليها حكم مؤبد. شو الاسباب اللي خلت إليسا تقتل رفيقة اختها اللي عمرها 6 سنين وتفكر انه تقتل اخواتها؟ هيدا الشيء كان بسبب انه خلقت ببيت في فوضى، وبيا كان مدمن مخدرات وكحول وكان يسرق وفات على الحبس لمدة 10 سنين، وإما ما كانت منيحة معه. وكل هيدي الظروف اللي مرقت فيها خلت إليسا تفكر بأفكار بشعة وشنيعة.